أصعب إحساس يقدر يعيشو الإنسان في حياتو هو تحس براسك رخيص في عين الناس ما كيسوى والو. الحقرة ماشي غير كلمة كتقالها وكاك، الحقرة هي موس كيدبح عزة النفس والكرامة ديالك، وبزاف منا دازت عليه، يا إما في خدمتو يا إما مع صحابو أو حتى مع ناس من دمو. هادي ماشي قصة من الخيال، هادي هي الكلمة اللي كتحرق الدم، الكلمة اللي كتهرس الظهر، والكلمة اللي كتبكي الرجال في الظلام، ألا وهي الحقرة. علاش في المجتمع ديالنا ولينا كنشوفو بنادم كيتنفخ على خوه غير حيت عنده فلوس كتر أو منصب حسن أو طوموبيل كبيرة؟ علاش الكرامة ديال الدرويش ولات ساهلة لدرجة أي واحد يقدر يعفط عليها؟ اليوم غنغوصو مزيان في هاد المرض الاجتماعي، وغنهضرو على الحقرة فين كتضر بصح، سواء في الشغل ولا في العلاقات، وكيفاش ترد اعتبارك وتجمع كرامتك ملي تحس براسك راك محقور. كمل معايا عافاك الفيديو حتى الاخر. عرفتي علاش؟ حيت هاد الكلام غيغير بزاف من عقليتك. يلا نبداو. تخيل معايا هاد الموقف، صوت المكانة كيصوني مع 7 د الصباح، كتنوض صابر على البرد وعلى تمارة وغادي لخدمتك وانت باغي غير تصور طرف د الخبز بالحلال، ولكن غير كتحط رجلك في الباب كتبدا الحقرة الحقيقية. قبل ما نهضروا على التفاصيل خاصنا نتفقوا على حاجة وحدة، راه أصعب طعنة في الظهر هي ملي كدير النية في بلاصة ما فيهاش النية، وملي كتعرق على لقمة العيش وكتلقى اللي كيجني الثمار هو اللي ما كيدير والو، ملي كتلقى راسك مضحي بصحتك ووقتك كدير خدمتك وخدمة غيرك، وفي الاخر يجي المسؤول ديالك يهضر معاك بنظرة فيها الاستعلاء والتكبر غير حيت ربي حطو فوق منك في بوست او صالير كبر منك. زهقنا بيه والله، زهقنا تعبنا والله، اتخنقنا والله، بقى طب قول لي عندنا بقى ايه نفسيتنا بقت تعبانه. نحاول بقى كده عايزين نضحك، عايزين نفرح، عايزين نشوف اي يوم. الحقرة في الشغل هي ملي كتشوف واحد ما كيعرف والو، كيعرف غير يلحس الكابا وينافق، كيتزاد في الصالير وكيترقى، وانت اللي عرقان وخدام بالنية والمعقول كتسمى ما كدير والو. هاد الناس كيبغوا يلوحوا لك الميساج ديال الا ما عجبك حال الباب يفوت الجمل. كاين 1000 واحد يتسنى بوسطك، كيبغوا يهرسوا فيك الثقة باش تبقى ديما خايف ومطيع وتصبر على التعدي. ولكن واخا حقرة الشغل حارة وكتضر، حقرة العلاقات كتضر كتر وكتر، حيت الطعنة هنا كتكون مسمومة، وملي كتلقى الكرامة ديالك كتقاس من صحابك او من ناس من دمك تما فين كتبكي الروح في الظلام. في العلاقات الحقرة ولات عندها ماركة وخلفيات، هي ملي كتكون جالس في مجمع وإلا هضرتي كيقاطعوك او كيديروا راسهم ما سمعوكش غير حيت جيبك على قد الحال او ما عندكش هذاك البريستيج اللي غيتباهاو به قدام الناس. الحقرة في العلاقات هي ملي كتلقى العائلة كتعايط لفلان وفرت اللان في المناسبات وتكبر بهم حيت واصلين وعندهم، وانت كينساوك او كيعيطوا ليك في الاخر غير باش تقضي ليهم الشغالات. ولينا عايشين في واحد الزمان كيعبد المظاهر، الا عندك الفلوس والطوموبيل كلامك حكمة واخا تكون جاهل، وإلا كنتي درويش على قد الحال كلامك كله عيب وما ليه قيمة واخا تكون قاري وفاهم كل شيء. راه كيدير 12 درهم ودرتها 20 درهم، شنو تقول لي؟ لا غير حيت هذوك الناس اللي كيجيو للقهوه مال 11 المقردين واللي ما عندهم ما يدار كيشرب العصير وكيلوح لك 5 دراهم وتيقول لك سرجع. قلت نقولها لك على قبل مصلحتك. حكار انت، حكار. عرفتي شنو هاد العصير ما كنتش باغي نشرب. ولكن واش هاد الناس نساو بلي ربي سبحانه وتعالى سميتو العدل؟
واش نساو الحديث اللي كيقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره؟ هذاك الدرويش اللي حقرتيه في الخدمة أو داك الدرويش اللي في العائلة حيتجيبو على قد الحال يقدر يكون عند الله حسن من كاع هادوك اللي عاطينهم الشان في الدنيا. راه من الناحية النفسية هذاك الحقار هو إنسان مريض عنده نقص كبير وكيحاول يغطيه من اللي كيحقر على الناس. اللي كيحقر على البشر راه ماشي واصل، راه غير باغي يحس براسو واعر على ظهرك، حيت كون كان شبعان في عقله وفي تربيته غيعرف باللي قيمة بنادم في كرامته ماشي في جيبه. ها باغي تاكل؟ خرج تما انا ناخذ لك ما تاكل. هيدا صاحبي، هيدا صاحبي، خلي الناس تاكل على خاطر راك خانس نوض حيد من تما صاحبي. نخلص الراس. انت اش غتخلص؟ اش يدك باش تخلص؟ مسخ خلاص وا صاحبي، ونوض حيد من لا ما تما. غنحيدش. علاش غنحيد؟ انت شو مسخ؟ غنخلص الراس. ونوض حيد، ما عندكش فلوس. فين هما الفلوس اللي غتخلص بهم؟ صاحبي نوض حيد من تما. ها؟ انت شو مسخ؟ اش نوسخ معنا؟ كنا موسخين، كان كاين شي واحد نقي هذا السيد اصاحبي اش حيد حيد ماشي مسخ. حيد، ما عرفتش شنو دار لك السيد، هو بعيد عليك، هو جالس هو طرونكي اش دار لك؟ انا في الصناق باغي ناكل، ما كيفاش غاديش باغي ناكل. تاكل اخويا؟ الا بغيت نوسخ شنو دير مع كومبونتير داركم وكون بشويه هذيك السونط هذه، ماشي السيد جالس خليها اصاحبي. هذا درا هما اللي فيهم الخير اصاحبي. علاش مالو هذاك اللي تلقى فيه الخير هذا، ما تلقى في باش غيخلص هذا بعد؟ انا نخلص عليه، خليه ياكل بصحته، انا نخلص عليه. ما ياكلش حدايا. انا ياكل حدايا، لا عندك اجي اخويا جلس كل مع راسي. انت خايف تقدر تاكل من حداه. وما غاديش ياكل. ماشي شغل بعد السيد، بعد منه اصاحبي، بعد منه اصاحبي، بعد من السيد اصاحبي. كول اصاحبي، كول صحتك، كول. شو اصاحبي؟ شو تحقر بنادم اصاحبي؟ كتحقرش بنادم اصاحبي، انا ما كتحقرش. بغيت نقول لك موسخ اصاحبي. انا مالي بحالو. شوف ما تقولش بحالو ولا هذا، راه كمال لله. شوف كمال لله سبحانه وتعالى، ماشي بحالو. هو راه احسن منك اللي كيف الحجر. احسن منك. هو دابا هذيك اللي احسن منك. مشكل عندك مشكل. بدل القهوه. دابا نحقرك انا. نبدل انا جالس. ولا ما تجلس، هو يجلس وانت لا. رايحه يلا شوف هو ماشي بشر. مسخ خلاص. انا تاني مصدق. هو اللي مصدق. لا تاني مصدق. انا واحد. الرسالة الاخرى ليك انت اللي كتفرج فيا ودوزتي هاد المرورة، نهار يحقروك ما تطيحش ليهم الكواري وما تصغارش، قطع سيلتك بالصحاب اللي كينقصوا منك ودير مسافة امان حتى مع ناس من دمك الا كانوا كيسموا حياتك. خدم على راسك في السكات وخلي النجاح ديالك هو اللي يجاوبهم، وقبل ما تخرج تفكر ديما قيمتك ومكانتك كيحددها غير الواحد سبحانه وهو اللي خلقك. الا وصلتي معايا حتى لهنا قول لي في التعليقات واش عمرك عشتي هاد الاحساس د الحقره وكيفاش تعاملتي معاه، وما تنساش تبارطاجي الفيديو مع شي حد محتاج يسمع هاد الكلام، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله. تهلاو في راسكم وعواشر مبروكه.